لما أسمع الأخوة الفلسطينيين يقولوا لك وينكم يا عرب لما تصير عليهم حروب، أريد أسألك، تقصد الخليج السعودي لما انقصفت الحد الجنوبي وزعتم أوسمة للحوثة؟ هذول ذناب إيران أعطيتهم أوسمة لأنهم ضربوا السعودية. تقصد راح يرد عليك السعودي؟ ما يرد. تقصد الإماراتي يلي لما انضربت منطقة المصفح وأبو ظبي من صواريخ تأتي من اليمن من الحوثة وأعطيتوهم أوسمة رفيعة، في حين نفس الوقت يلي الحوثة ضربوا منطقة المصفح بأبو ظبي كان الإماراتي يبني لك مشفى محمد بن زايد في غزة؟ شلون راح يرد عليك؟ تقصد السوري يلي قتل منه سليماني 1,000,000 شخص ودمر البلد عن بكرة أبيها ولا زالت ميليشيا جبريل ومبريل وفيفيلق المقدوس والقدس يقتل أبنائنا في سوريا ودمشق؟ راح يرد عليك السوري يلي أنت تسمي من قتله شهيد القدس؟ وقفت مع الاحتلال الإيراني ضد السوري، وقفت حتى مع الروس ضد أوكرانيا، الروس اللي دمر السوريين أنت وقفت معاه واحتل بلدنا، ولأن الروسيا تقول لي إنهم يهود، اسمه عفوا الأوكران يهود. وقفت مع الروسي، ووقفت مع الإيراني، ووقفت حتى مع التركي في قلع زيتون عفرين، واستوطنت بعفرين أيضا. وقفت كل من عادانا. شلون بدي يرد السوري؟ شلون بدي يرد العراقي أيضا واللبناني واليمني اللي قتل منهم سليماني أكثر من 3 مليون في اليمن ولبنان والعراق؟ كيف بدأ الناس هاي ترد عليك لما تقول وينكم يا عرب؟ لازم تفكر أنت ايش سويت. كيف يرد الكويتي لما أنت وقفت مع صدام ضد الكويت؟ كيف يرد العراقي اليوم حتى اللي تابع لحزب البعث تابع لصدام؟ كيف بده يرد عليك وانت ثاني موت اخر دقيقة مات بها صدام قال عاشت فلسطين حرة أبية، انت ثاني نهار وقفت مع ملالي قم وطهران يلي قال عنهم صدام دجال مربع ولليوم تسميهم شهداء القدس؟ لو كان عايش صدام اعتقد يضربك انت 39 صاروخ وليس اسرائيل، لانه اعداء ايران انت اصحابك اليوم مقدسين بالنسبة لك. تقف مع قاتلنا وبكل وقاحة وتخون حتى الملك الحسن الثاني، المغاربة، محمد السادس، كلهم خنتوهم ووقفتم ضد كل شعوب الأمة. هي أسئلة يحق لنا نسأل. فلما تقول وينكم يا عرب ما راح حدا يرد عليك أساسا، لأنك أنت قبل فظعت بالأمة. تقف مع المادة ولا يوجد عندك مبدأ. ممكن تجاوبون على هذه الأسئلة؟ كيف راح يرد عليك العرب؟